العربيات الكهربائية لو حبينا باختصار نلخص العيوب والمميزات، نيجي نتكلم على المميزات. مميزات: صوت موتور هادي جدا، عزم موتور عالي جدا، تسارع من 0 ل100 أقل عربية كهرباء في 4-5 ثواني، تسارع عالي جدا، صيانات غير مكلفة على المدى القصير، يعني كل 10 20 30 40 ألف ما بتحتاجش صيانة أصلا، أنت بتعملها صيانة كل 50 ألف وبتبقى الصيانة غير مكلفة. طبعا اللي هي شحنتها ب50 جنيه تمشيه 500 كيلو، ده انا شايف ان هو كويس لو واحد بيمشي جوه البلد او بيقطع مسافات قصيره زي من القاهره لاسكندريه. طبعا يعني فتوفير الطاقه هنا عالي جدا وده المستقبل. صديقه للبيئه، صديقه للبيئه جدا، مفيش اي نوع من انواع التلوث او حتى انواع التلوث الضوضائي، يعني صوتها موتورها هادي جدا جدا جدا، عربيه ممتعه جدا في قيادتها، فيها تكنولوجيا عاليه جدا. من العربيات الفئات المتوسطه اللي ممكن الناس تشتريها الاي في 6 العربيه الكيا. في بعض العربيات زي عربيات النيسان منزله عربيه بموتور ثلاثي، موتور كهرباء على العجله اللي ورا، موتور كهرباء على العجله اللي قدام، يعني العربيه دي دفع رباعي، في موتور بنزين في النص، كل وظيفته ان هو يشحن الموتورين الكهرباء اللي قدام واللي ورا، والعربيه دي دفع رباعي، العربيه دي هايبر، العربيه دي ب 2 مليون ونص، غاليه شويه. طيب نتكلم بقى على العيوب. عيوب العربيات الكهرباء: اولا ارتفاع سعرها نسبيا، صيانتها على المدى الطويل مكلفه، لان انت بتضطر تغير البطاريه كل 5 أو 8 أو 10 سنين، المصنع بيقول 10، لكن انت هتضطر مع ظروف درجات الحراره العاليه في البلاد العربيه عندنا هتضطر تغير كل 8 كل 5. مفيش بطاريات افتر ماركت، مفيش اي سي ديلكو، مفيش بوش، مفيش فارتا، مفيش كلورايد، فاضطر تجيب البطاريه الاصليه، تجيب تلت او بنص ثمن العربيه، فسعرها طبعا مكلف جدا. بالنسبه الميكانيكي بيفهم فيها، لا مفيش ميكانيكي بيفهم فيها، فانت هتضطر تبقى مرتبط بالتوكيل. برضو من العيوب عدم توافر محطات الشحن وبالذات في مصر، ده عيب كبير جدا. العربيات الكهرباء برضو عربيات وزنها تقيل جدا جدا، اقل عربيه وزنها 2 طن 2 طن ونص زي العربيه الكيا الاي في 6، وعربيات تقيله جدا جدا جدا، لكن هي برضو عربيات ثابته على الطريق. فكده انا لخصت لكم العيوب والمميزات. هي وقتها دلوقتي؟ لا، هي وقتها مش دلوقتي، بس هي المستقبل. ليه؟ لانها موفره في الطاقه، بس هي المستقبل على انه قدام هيتوفر بطاريات افتر ماركت، واقدر ان انا لو البطاريه باظت بعد 5 سنين ولا 8 سنين و10 سنين ما اجيبش بطاريه بنص ثمن العربيه. هي المستقبل لان الصيانات بتاعتها على المدى القصير غير مكلفه ولا تحتاج صيانات، وما فيهاش دوره بنزين ولا انجكشن ولا حساسات ولا كل الصداع ده. سريعه جدا، عربيات سريعه جدا جدا جدا، عزمها قوي جدا، تسارع من 0 ل100 في العربيه الكيا الاي في 6 4 ثواني، في تسلا بتوصل 3 ثواني وثانيتين ونص. في بعض العربيات الكهرباء بتقطع مسافات طويله زي التسلا، بس هي مكلفه، يعني اقل عربيه تسلا ب 3-4 مليون. فاتمنى كده اكون ملخصت لكم في السريع المميزات والعيوب. عموما اللي عايز ياخد الريسك ويجيب العربيات دي دلوقتي مفيش مشكله خالص، اللي عايز يستنى لحد ما تتوفر محطات الشحن، تتوفر الصيانات بتاعتها، تتوفر البطاريات بتاعتها، دي هتكون ان شاء الله المستقبل.